في مواجهة ماكسيم فيوجو، نجح في هز شباكه في مباراة الذهاب بهدف رائع، بهدف جميل. يعلو العلم المصري بإذن الله. أبو تريكة والقائم يمنع تريكة من التسجيل، وتضيع أول ركلة ترجيح من النادي الأهلي. شيء غريب جدا، شيء غريب جدا. لكن برضو نرجع ونقول احنا اللي وضعنا انفسنا في هذا المأزق وفي هذا الموقف الصعب. مباراة كانت اسهل بكتير وكان ممكن تخلص بدري وبسكور كمان، لكن يلا على اي حال حتى تريكة ضيع. الحظ يعاند ابو تريكة، القائم يعاند ابو تريكة. والضربة الاولى للقطن الكاميروني اويونجو واكرامي بقدمه اليسرى. اويونجو واقف غلط لكن حطها صح. اويونجو يسجل اول ركلة ترجيح. يبقى 1 القطن ولا شيء الاهلي في ركلات الترجيح. كرة صعبة جدا على شريف، شوف رايحة فين، في سقف الشبكة، في سقف المرمى، صعبة جدا. وليد سليمان والركلة الثانية لحامل اللقب. تاني ركلات الترجيح وليد سليمان. اويونجو سجل بقدمه اليسرى، والكل في حالة ترقب، في حالة انتظار. وليد سليمان بقدمه اليسرى يسجل ويتعادل للنادي الاهلي. اول ركلة ترجيح للنادي الاهلي. ضيع تريكا، سجل وليد. اويونجو سجل للقطن الكاميروني. مين هيضيع الركلة الثانية للقطن لتتساوى الكفتان ليتعادل الفريقان من جديد، ونبدأ مرة أخرى العد والحساب من أول وجديد. خلينا نشوف مين اللي عليه الدور. بوبا أمينو، مدافعين كلهم يعني، اويونجو وبعدين بوبا أمينو. اويونجو الأعصر، بوبا أمينو شكله أعصر هو كمان، لكن في قمة تركيزه وشكله فعلا بقدمه اليسرى. بوبا أمينو راح معاها شريف، لكن الكرة قوية جدا وضع فيها كل قوته. ماشي يا عم خلاص، جول خلاص، سجل، حطها فعلا يعني قوية. وشوف شريف رايح لها صح، والكرة في الشبكة. 2-1. شيء غريب جدا، سيناريوهات غريبة يعني في الأيام الأخيرة دي كرويا، في كل مكان، في كل حتة، أشياء غريبة جدا. وائل نازل مخصوص عشان ركلات الترجيح. وائل جمعة ما لعبش المباراة، نزل آخر دقيقتين. وائل جمعة يسجل، وائل بالتخصص يتعادل وائل جمعة ويسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي. أعصاب من حديد، أعصاب من فولاذ. يعني رغم كل شيء تبقى ركلات الترجيح ليها استعداد خاص، ليها تعامل خاص، ليها تهيئة نفسية، ليها لاعبين معينين. مش أي لاعب يدخل ويسدد ركلة ترجيح إلا طبعا لو جه عليه الدور، يعني خلاص. ما هي ساعات بتلف، ساعات على 9 أو 10 لعيبة بيخلصوا ويبقى لازم إنه يشوط، يعني لازم يسدد. يوجودا صاحب الهدف وهداف البطولة، يوجودا يلعبها وشريف إكرامي يتألق. يوجودا يضيع وشريف يعيد الأمل مرة أخرى والتعادل، ونبدأ من أول وجديد. كاد يوجودا دخل بالراحة وبهدوء، وكان واضح انه متردد، ووضع الكرة بشكل سيء جدا، وشريف يطير ينقذ ويعيد الامل مرة اخرى للنادي الاهلي. نبدأ بقى من اول وجديد، نركز في الركلتين اللي جايين دول. خلاص هم اهتزوا دلوقتي. مين اللي هيلعب؟ شهاب ولا مين؟ شهاب الدين.
شهاب الدين بقدم يمنى لا تعرف الرحمة. حكم اللقاء يدي الإشارة. شهاب الدين جول جول جول. يتقدم النادي الأهلي أخيرا، يتقدم 3-2 من 4 ركلات، لكن 2 للقطن الكاميروني من 3 ركلات فقط. لو دي ضاعت إن شاء الله يبقى الأمل كبير جدا. لو دي ضاعت يبقى الأمل كبير جدا. مين اللي هيسدد؟ مدافع برضو ده مانجامبا. مانجامبا رقم 21. مانجامبا لو ضيع الكرة دي يبقى يكفي النادي الاهلي تسجيل الركله اللي جايه ان شاء الله. هنشوف ادي مانجامبا، مش عايزين نستعجل. مانجامبا حطها حلو، حطها بشكل كويس. طيب الركله الاخيره يبقى ضيع تريكا، سجل وليد سليمان، وائل جمعه وشهاب. ضيع يوجودا وسجل اويونجو وابوبا امين ومانجامبا. 3-3 الان في الركلات، والركله الاخيره لكل فريق. سيد معوض. امال الاهلي وامال وقلوب جمهور الاهلي تتعلق بالقدم اليسرى لسيد معوض في هذه الكره الاخيره. سيد يا سيد، سيد يا سيد، يسجل سيد، يعمل اللي عليه. هدف بيسا 4-3. والآن الأمل في شريف إكرامي. يلا يا شريف شد حيلك، كورة واحدة بس، آخر كورة للقطن. 4-3 للنادي الأهلي. لو دي ضاعت يصل النادي الأهلي للنهائي للمرة الثانية على التوالي، ويواصل مشواره وحملته للدفاع عن اللقب. شريف إكرامي، شريف إكرامي، الكل بيدعي، الكل بيقول يا رب. والكرة الأخيرة للقطن وشريف، لكن ضاعت. اتسجل الهدف، ضاعت من شريف يعني. اتسجل الهدف وكان من مبوندو. مبوندو. أصبحت 4-4. طبعا خلاص انتهت الركلات الخمسة التقليدية المتبادلة. الآن 1-1، فارس لفارس، واحد من الأهلي وواحد من القطن. تريزيجيه. طبعا الأهلي اللي بيبدأ يستمر الدور يعني زي ما هو. الأهلي فاز على كانون ياوندي بركلات الترجيح في 84 وحقق كأس أفريقيا الكؤوس أو بطولة أفريقيا الأندية أبطال الكؤوس الآن في 2013 في مواجهة القطن. كاميروني آخر محمود حسن تريزيجيه. يا ولد بقوة، بتصميم، بتركيز، يسجل تريزيجيه ويقرب النادي الأهلي من جديد، وتتعلق القلوب والأمال مرة أخرى بالشريف إكرامي. إيه اللعب بالأعصاب ده؟ إيه اللعب بالأعصاب ده؟ وكان علينا بإيه يعني كل ده؟ ما كان يعني 90 دقيقة كنا نخلص نجهز عليهم. لكن يلا شريف إكرامي، الكل على أعصابه. كابتن الخطيب، كابتن حسن حمدي، وخالد مرتجي، ومحمد عبد الوهاب. الكل في المقصورة، والكل موجود، والكل غير قادر. الكل بيدعي، كله بيدعي، وكله مستني شريف. ركلة الجزاء وشريف إكرامي، لكن برضه اتسجلت. شكلنا مكملين مطولين. والهدف للاعب رقم 20 البديل نجامالو. خمسة كده، 5-5 كده، 5-5. سيد، لا، محمد نجيب. محمد نجيب، محمد نجيب، ركز يا نجيب. دخل نجيب، حطها نجيب، سجل نجيب. اخيرا يسجل محمد نجيب بعد كل الفرص
اللي أتيحت له طول هذا الأسبوع. يسجل نجيب من ركلة ترجيح. حمل. شوف اللاعب بيلعب الكورة بيخلص من ضربة الجزاء وكأنه بيتخلص من حمل رهيب، عبء نفسي رهيب تخلص منه. لكن المشكلة ان هي ممكن تلف عليه مرة تانية. يعني في ماراثون ركلات ترجيح شفنا استمر 20 كورة و22 مباراة الكاميرون وكوت ديفوار في 2006 في كاس افريقيا، فاكرين؟ لا كتير الامثلة كتير يعني. ركلة جزاء تاني نيس أوزنجوني في مواجهة شريف إكرامي، وبقدمه اليمنى شريف على الخط وزنجوني وشريف ويتعادل مرة أخرى. كده 7 ركلات والنتيجة 6-6. يعني 12 ركلة جزاء ترجيحية تم تسديدهم وتسجيلهم بنجاح في هذا الماراثون. أحمد فتحي ركلة الجزاء الثامنة للنادي الأهلي. رايح فتحي متجه للكورة، خد القرار أحمد فتحي وقمة التركيز في مواجهة فيوجو. فتحي برجله اليمين، فتحي يسجل فتحي، يتقدم النادي الأهلي مرة أخرى ويعود الأمل، ولا نتمنى أن يعود التعادل. خلينا نشوف مين اللي صفارات والكل خلاص، الكل بيشجع دلوقتي خلاص، الصحفيين ورجال الأمن وكل اللي في الملعب. مباراة من غير جمهور لكن كله بيحاول يأثر على لاعبي أو على لاعب القطن الكاميروني اللي هيتصدى. مين؟ أمينو ولا مين؟ والله هامان، جاك هامان رقم 9، ده بديل برضو من اللاعبين اللي دافع بيهم المدرب سيباستيان ديساب. جاك هامان وشريف إكرامي. شكرا هامان يطيح بالكرة في المدرجات. الأهلي إلى المباراة النهائية، عودة الروح